أنا أمكم فوزية فؤاد، أميرة مصر وإمبراطورة إيران وأجمل أميرة في العالم. شفت في الأيام الأخيرة شوية ناس بيعايروكوا وبيقولوا أولاد فوزية، فحبيت أجيلكوا وأقول لكوا الحقيقة عشان تعرفوا مين أنا وتفتخروا. لما يقولوا أولاد فوزية دول مش فاهمين حاجة. أنا كنت بحب الخير وبساعد الناس. لما كنت بوصل لأجدادهم بالمساعدات كانوا يقولوا جاء أولاد فوزية، والمقصود بيها الحرس اللي كانوا معايا. كانوا بيستنوا جيتي بفارغ الصبر لأني كنت باجي بالمساعدات والخير، وكانوا يقولوا جاء أولاد فوزية بفرحة. الناس دي اللي معروفين بنكران الجميل بيسيبوا بلدهم وقت الحروب والأزمات. لما قامت حرب فلسطين التحقت بالجيش المصري وتبرعت بجزء من فلوسي للمجهود الحربي، وشاركت في معارك كتير مع الجيش المصري منها تحرير نتساريم. حتى في حرب أكتوبر الوحيد اللي تبرع بالنفط ودعم مصر هو زوجي السابق شاه إيران، أرسل سفن محملة بالنفط لمصر في حين تخلي الكل وقتها عن مصر. الناس دي طمعانين في مصر ومش مقدرين اللي عملت لهم. ساعدوا بلدكم وقاطعوا محلاتهم وبلغوا عن المخالفين منهم وطهروا البلد منهم.